بيقول ان الدكتور سامي الشريف رئيس الاذاعه والتلفزيون اصدر قرارات شفويه لرؤساء قطاعات التلفزيون والقطاع القنوات المتخصصه بانهم يراقبوا المواد الفيلميه سواء الافلام القديمه او الجديده، سواء الافلام العربي او الاجنبي اللي بيتم عرضها على شاشه التلفزيون، ويحذفوا كل المشاهد اللي فيها احضان او قبلات. الله، وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ ولو صح فعلا يبقى احنا غالبا بنجيب ورا وبيتدحضر بينا الحال، ويا خوفي لا نكون رايحين ايران، افغانستان، يعني الحتت دي. ايه في البق؟ رايحين ايران، افغانستان، يعني الحتت دي. نعم يا اختي. فهي الفكره ان العمليه دي اساسا هتتكلف كتير جدا، فان هم هيجيبوا كل الافلام اللي اوريدي اتعرضت اساسا وهيمنتجوها تاني وهيشيلوا منها اللقطات اللي هي اللي بيسموها اللقطات الحميميه بالنسبه لهم، اللي هي القبلات والاحضان. هيتكلف قد ايه وليه اصلا؟ طب انت مالك متأثر ليه ولا اخوك ولا ايه؟ انا اخويا مسجون برضه، يمكن فتره ولا حاجه. برضه انا ما عنديش حاجه بتؤكد، لكن هناك ما تثبت بان هي يعني اتجاهات قد تكون دينيه شويه. ربنا يستر. انت مالك مستغرب قوي؟ والله الخدمه في الدور، والله ما اعرف ان الخدمه في الدور. يعني احنا تربينا على الافلام دي سواء القديمه او الجديده وما كانش فيه اي مشكله اهو. يعني حساسيه يعني ولا زعل؟ يعني نمت مره زعلان سبحت لقيت نفسك برعي؟ ولا سحليه عدت من على رقبتك وانت نايم؟ لكن قص واجزر كده من بدون يعني اسباب او اي معايير علميه ثابته، ده شيء هيودينا بجد ايران وافغانستان، يعني كفى الله الشر. طب حد فيكم يكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. هو اللي لازم يحصل، اعتقد النظام ده لازم يكون عندنا في مصر، هو نظام مش عارفه بقى يعني ايه بالعربي، ريتنج. ده انجليزي ده يا مرسي. يعني انه يبقى تتصنف الافلام والمواد المعروضه وتتقيم بحيث نبقى عارفين الفيلم ده للكبار فقط ولا ممكن الصغيرين يشوفوه من سن كام لسن كام، وبس مش عشان الاحضان والقبلات، علشان لو في مشاهد عنف، لو في مشاهد رعب، كل دي يعني حاجات بتدخل في عمليه التقييم. واعتقد ان احنا من هنا ورايح لازم يكون عندنا النوع ده من التقييم. ايوه، اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا